يا أهلا بكل اللي بيسمعونا في قناة أحمد ستوري. النهاردة معانا ملخص فيلم جديد اسمه ذا بانشمنت. لكن قبل ما نبدأ اوعوا تنسوا تذكروا الله وتصلوا على رسول الله. فيلمنا بيبدأ بأربيلا اللي بتكون راكبة عربية مع أصحابها، وبنعرف إنها مبسوطة جدا لأنها خرجت من البيت، وبتنزل هي وأصحابها من العربية عشان يدخلوا حفلة في بيت واحد من أصحاب أربيلا. بنشوف أربيلا وأصحابها وهم في الحفلة ومبسوطين، وفي وسط ما هم بيرقصوا بيجي واحد من الشباب وبيقرب من أربيلا وبيطلب منها إنها ترقص معاه، ولما بترفض بيطلب منها يتعرف عليها، لكنها بتتضايق من طريقته وبتبعد عنه. وبعدها بتطلب من أصحابها إنهم يمشوا من الحفلة، لكنهم بيفضلوا قاعدين، وبتقرر أربيلا إنها تمشي لوحدها. فعلا بتطلع أربيلا من المكان وبيكون الوقت متأخر جدا، وبتوصل للطريق السريع وبتقف تمسح الميك اب بتاعها عشان أبوها ما يعاقبهاش لما ترجع. وبنعرف إن أبوها بيتعامل معاها بطريقة وحشة جدا وبيعاقبها على كل حاجة بتعملها. بتفضل أربيلا واقفة على الطريق لحد ما بتلاقي عربية فبتشاور لها، لكن محدش بيقف لها. وبنشوف جورج أبو أربيلا وهو بيتصل عليها، لكن تليفونها بيكون فاصل، فبيتعصب جدا ومش بيكون عارف بنته راحت فين، وبيخرج البلكونة يستناها. بتكون أربيلا ركبت عربية مع سواق ووصلها المكان قريب من البيت، ولما بتبص للساعة بتعرف إنها اتأخرت جدا، فبتجري بسرعة لحد ما بتوصل عند الصندوق بريد قدام البيت بتاعها، وبتاخد منه البنطلون اللي كانت مخبياه فيه بعد ما نزلت من البيت، وبتلبسه وبتطلع البيت. بتكون أمها مستنياها وبتسألها اتأخرت ليه؟ بتقول لها إنها كلمتها كتير وتليفونها كان مقفول، فبتقول لها أربيلا إن تليفونها فصل وما عرفتش تشحنه. في الوقت ده بينده عليها أبوها وبيقول لها كنت فين؟ فبتكذب أربيلا وبتقول له إنها كانت بتذاكر عند صاحبتها وما خدتش بالها إنها متأخرة، ولما عرفت إن الوقت اتأخر جت بسرعة. فبيقول لها أبوها إن دي آخر مرة هيسألها كانت فين، فبتقول له نفس الكلام. فبيتعب جدا وبيطلب منها تخلع البنطلون اللي هي لابساه، لكن أربيلا بترفض وبتقول له إنها مش هتعمل كده. أربيلا بتتدخل عشان تفهم أبوها عايزها تعمل كده ليه، وجورج بيكون مصمم على رأيه وبيطلب منها إنها تخلع البنطلون. أربيلا بتوافق وبتكون خايفة منه، ولما بتخلع البنطلون مش بتكون لابسة الشورت اللي كانت لابساه في الحفلة. فبيطلب جورج من مراته إنها تنزل عند صندوق البريد وتجيب الحاجة اللي جواه، وبيكون أبوها خاب باله إنها غيرت هدومها وحطيتها في صندوق البريد. ولما بتنزل بتلاقي الشورت بتاع أربيلا، فبتاخده بسرعة وبتشيله في العربية بتاعتها قبل ما جورج يشوفها، وبترجع تقول له إن الصندوق فاضي. وأربيلا بتاخد بالها إن أمها بتحاول تساعدها فبتهدى، وبيطلب منها جورج إنها تفتش شنطة أربيلا عشان تشوف إيه اللي جواها. وبتفضل أم أربيلا تبص لها، لكن أربيلا بتقول لها إنها ممكن تفتشها عادي. ولما بتفتح الشنطة مش بتلاقي أي حاجة غير الكتب بتاعتها، لكن جورج بيكون متأكد إن بنته بتكذب عليه وإنها مخبية عليه حاجة، وبيقرر إنه يعاقبها. لما أمها بتحاول تهديه بيتعصب عليها وبيطلب منها ما تتدخلش. بعدها جورج بيجيب المقص وبيقطع هدوم أربيلا وبياخدها للشارع، وبيقول لها إنها تفضل في مكانها لحد الصبح عشان كل الناس تتفرج عليها، وبيقول لها إنها لازم تبقى ملتزمة زي أمها وما تحاولش تكذب عليه، وبيقول لها إنها لو طلعت البيت قبل الصبح هيعاقبها عقاب أكبر، وبيسيبها وبيطلع. وأربيلا بتكون بردانة جدا وما معهاش حاجة تلبسها. بنروح لجورج اللي بيكون واقف في الشباك بيتفرج على أربيلا، وبيطلب من مراته إنها تدخل تنام. ولما بتقول له أنت إزاي هتسيب بنتك في الشارع بالشكل ده، بيقول لها إنه هيفضل مراقبها ومش هينام، وبيعرفها إنه بيعمل كده عشان يحافظ عليها. وبنشوف أربيلا وهي واقفة لوحدها في الشارع والناس بتفضل تضايق فيها. بعدها أربيلا بترسم على الأرض وبتسلي نفسها لحد الصبح. وأول ما النهار بيطلع أربيلا بترجع للبيت وبتدخل أوضتها وبتروقها، وقبل ما تنام أبوها بيدخل عندها قبل ما بينزل لشغله، وبنعرف إنه شغال ظابط، وبيقول لها إن الساعة 6 إلا دقيقة، وبيطلب منها إنها تقدر قيمة الوقت، وبيعرفها إن الدقيقة في الزمن ده ممكن يتعمل فيها حاجات كتير. لما أربيلا مش بتكون مهتمة بكلامه بيقرر إنه يديها درس في احترام الوقت، وبيبوظ السرير اللي أربيلا رتبته، وبيطلب منها إنها ترجع ترتبه في دقيقة واحدة. لما بتحاول أربيلا مش بتلحق والوقت بيخلص، ولما بتقول له إنها مش عارفة بيخليها تحاول مرة تانية. بيكون جورج بيعامل أربيلا بقسوة. في الوقت ده موبايله بيتصل، فبيخرج من الأوضة عشان يرد، وأربيلا بتقرر إنها تعور نفسها عشان تخلص من عقاب أبوها. لما بيرجع لها الأوضة بتقول له أربيلا إنها تعورت وهي بتنظف السرير، فبيسيبها وبيروح الشغل. وأول ما بينزل أمها بتدخل عندها الأوضة وبتحاول تهديها وبتطلب منها تنام، وبتعرفها إنها تاخدها تفسحها أول ما تصحى من النوم. بعدها بنشوف أربيلا وأمها وهم في العربية ورايحين لحديقة قريبة منهم، وفي الطريق أربيلا بتطلب من أمها إنها تخليها تسوق العربية بتاعتها، ولما بترفض أربيلا بتقول لها إنها كده هتسقط في اختبار السواقة ومش هتاخد الرخصة، وده عشان أبوها رافض يخليها تسوق العربية بتاعته.
وبنشوف أربيلا وهي بتطلب من أمها مرة تانية إنها تسوق العربية، وأمها بتقول لها إنها خايفة تحصل أي حاجة للعربية عشان جورج هيعاقبها هي كمان. وبتفضل أربيلا تطلب منها إنها تسوق العربية، وبتقول لها إنها هتسقط في الاختبار. وبعد زن كتير أمها بتوافق وبتقول لها إنها هتسيبها تسوق العربية وهم راجعين، لكن بشرط إنها ما تقولش لأبوها. ولما بيوصلوا الحديقة بيكونوا مبسوطين وبيفضلوا يرقصوا ويلعبوا، بينزلوا المية وبتخلص الفسحة وبيستعدوا عشان يروحوا، وأربيلا بتسوق العربية وبتكون متوترة لحد ما بيوصلوا المكان ضيق، وأربيلا مش بتعرف تخرج بالعربية من الممر، فبتنزل أمها عشان تخليها تخرج بالعربية من غير ما تكسرها. لكن أربيلا لما بتفتكر إنها هتتعاقب لو خبطت العربية بتتوتر أكتر، وبتدوس بنزين من غير ما تقصد وبتخبط أمها، فبتقع على حجر وبيغمى عليها. أربيلا بتتخض وبتنزل من العربية عشان تطمن على أمها، لكنها بتكون فاقدة الوعي، وأربيلا مش بتكون عارفة تتصرف إزاي. بتنده على أخوها الصغير اللي بيساعدها وبيشيل معاها أمها وبتحطها جوه العربية، وبتسوق العربية مرة تانية عشان تودي أمها المستشفى. بيجي المسعفين وبيدخلوا أمها للمستشفى، وبيبلغوا جورج أبو أربيلا اللي بيجي بسرعة للمستشفى. أربيلا أول ما بتشوف أبوها بتترعب، والدكتور بيقول لأربيلا وجورج إن أمها دخلت في غيبوبة وإن حالتها صعبة جدا، وبيعرفوا منها تفضل في المستشفى. في الوقت ده جورج بيطلب من بنته إنها تدخل تبص على أمها، وبيكون عايز يخليها تشوف الحالة اللي هي فيها علشان تفضل حاسة بالذنب. وبعدها أربيلا بتروح تعيش في بيت جدتها لأنها بتكون خايفة تقعد مع أبوها، وخصوصا بعد اللي حصل لأمها واللي هي السبب فيه. وفي يوم جدتهم بتعمل لهم أكل، وأربيلا بتكون حزينة جدا ومش بتقدر تاكل. جدتها بتقول لها إن اللي حصل لأمها ده بسببها هي، لأن أمها ما كانتش قادرة تربيها. فبتتعصب أربيلا وبترمي الأكل، وجدتها بتقول لها إنها لو عملت كده تاني هترجعها لأبوها، وبتحط لها أكل تاني، لكن أربيلا بترفض تاكله وبتاخد الطبق وبترميه على الأرض وبتكسره. بعدها جدتها بتلم الإزاز اللي اتكسر وبتعرف أربيلا إنها هتقول لأبوها. بالليل بنشوف أخو أربيلا وهو قاعد في الحمام لوحده، ولما أربيلا بتحس إنه زعلان بتدخل عشان تتكلم معاه، فبيقول لها إنه خايف جدا من أبوهم، وبيطلب منها تتعامل كويس مع جدتهم عشان أبوها ما يعرفش وياخدهم عنده. أربيلا بتقعد عشان تسرح له شعره، لكنه مش بيرضى يكمل وبيسيبها وينام لوحده في الحمام، وبيكون حزين جدا على اللي حصل لأمه. وأربيلا بتنام جنبه وبتقول له إن أمهم هتكون كويسة. بنروح لجورج اللي بيكون راكب في العربية وبتركب معاه واحدة، وبتعرفوا إن ولاده مش بيحبوه وإنه بيتعامل معاهم بالطريقة دي علشان يداري على ضعفه، وبتفضل تستهزأ بيه، لكنه بيصحى من النوم وبنعرف إنه كان بيحلم. تاني يوم بنشوف أربيلا وجورج وهما في المستشفى، وجورج بيقول لها إنه مش هيعدلها اللي هي عملته، وبيعرفها إنه لحد دلوقتي مش عارف يعمل معاها إيه، وإنه مش لاقي عقاب مناسب للي هي عملته. فبتقول له أربيلا إن هي اللي هتعاقب نفسها المرة دي، وبيطلب منها إنها تقعد في المستشفى مع أمها لحد ما يرجع البيت ويجي. بعدها بيسيبها وبيمشي. أربيلا بتدخل حمام المستشفى وبتقطع البنطلون بتاعها وبتعمله شورت، وبتنزل تقف على الطريق لحد ما بتوصل عربية فيها 4 شباب. لما بتشاور لهم بيقفوا وبياخدوها معاهم، وبيكونوا بيلعبوا مع بعض. كل واحد بيختار حرف وزميله بيغني أغنية بالحرف ده، واللي بيخسر بيتضرب. لكن واحد منهم بيقول لهم إنهم ما ينفعش يضربوا بنت، لازم يفكروا في طريقة تانية. فبيقرروا إن لو أربيلا خسرت تقلع هدومها. بتبدأ اللعبة، ولما بيجي الدور على أربيلا مش بتعرف تجاوب وبتقلع هدومها. لما واحد منهم بيقرب منها بتفضل ترجع لحد ما بينزلوها من العربية وبيسيبوها على الطريق وبيمشوا. بتفضل أربيلا قاعدة في الشارع، ولما أخوها بيتصل بيها بتقوله إنها مش هترجع البيت تاني لحد ما أمها تفوق. بتطلب منه إنه ما يقولش لأبوه إنه كلمها، ولو سأله يقول له تليفونها مقفول، وبتخلص وبتقفل معاه السكة، وبتكمل مشي لحد ما بتلاقي يافطة مكتوب عليها ممنوع الدخول، لكنها مش بتهتم وبتدخل، والمكان بيكون عبارة عن أرض كبيرة جدا. وأول ما أربيلا بتتحرك جوه الأرض بتقفل مصيدة على رجلها وبتحاول إنها تفكها، لكنها مش بتعرف لحد ما بتسمع صوت عربية بتقرب منها، وبينزل منها شابين بنعرف إن اسمهم مارك وبن. لما بيشوفوها بيعرفوها إن المصيدة دي هم اللي حطوها عشان يصطادوا حيوان مفترس، وبيعرفها بن إن المكان ده بتاعهم وهم كاتبين ممنوع الدخول. بيسألوها دخلت ليه؟ بنعرف إنها دخلت بدافع الفضول. بن بيساعدها وبيخرجها من المصيدة، وبيكون باين عليه إنه معجب بيها، وبياخدوها معاه في العربية لحد المزرعة بتاعته. ولما بيوصلوا بياخد منها الجزمة بتاعتها وبيصلح القطع اللي حصل فيها بسبب الفخ. في الوقت ده أربيلا بتقوله إنها هربت من البيت وما عندهاش مكان تعيش فيه، وبتطلب منه إنها تعيش معاه، لكنه بيقول لها إن المزرعة دي هم شغالين فيها وما ينفعش تعيش معاهم. فبتقوله إنها موافقة تشتغل معاهم وتفضل في المكان. وبين بيقول لها إن الشغل صعب جدا وإنها مش هتقدر تشتغل معاهم بسبب حرارة الجو، لكن أربيلا بتقوله إنها هتقدر تشتغل أكتر منه، وبتاخد الولاعة من على الترابيزة وبتقوله إنها تقدر تستحمل الحرارة أكتر منه.
وبتتحدى انه يقلدها وبتولع في ايدها، وبعدها بتقول له اتأكدت ان اقدر استحمل الحرارة؟ بتطلب منه انه يجربها، ولو قدرت تستحمل الشغل هيخليها تشتغل وتعيش معاه، وبيحاول انه يعالج الحرق اللي عملته لنفسها. بيوافق انها تشتغل معاه، وبعدها بنشوف أربيلا في اول يوم ليها في الشغل، وبتكون باين عليها انها حابة الشغل. بين بيعلمها ازاي تجمع الزهور وتقصها وتخزنها، وأربيلا بتتعلم بسرعة جدا، وبياخد بين محصول الورد عشان يوزعه على التجار. ولما بيمشي أربيلا بتدوس على الوردة وبتقول إنها بتكره الورد، وبتدخل التلاجة اللي بيخزنوا فيها الورد، وبيكون مارك بيعد الورد الموجود في التلاجة. ولما بتدخل أربيلا عشان تنام بيسيبها وبيخرج، لكنها مش بتقدر تنام بسبب برودة الجو. وبنروح لجورج اللي بيكون قاعد في المستشفى مع مراته، وفجأة بيدخل شاب عامل حادثة. لما جورج بيشوفه بيفتكر بنته أربيلا لأنها في نفس سنه. بياخد تليفونه عشان يرن عليها، لكنه بيلاقي تليفونها مقفول. وبنروح لبن اللي بيوصل للمزرعة وبيدور على أربيلا. بيلاقيها قاعدة في التلاجة، وبيطلب منها انها تخرج لانها لو فضلت كتير جوه هتموت بسبب البرد. ولما بتقوله انها بتعاقب نفسها بسبب اللي عملته في امها، بيقول لها انها كده بتأذي نفسها، وبيطلب منها انها تخرج. لكن أربيلا بتقوله انها مش عايزة تخرج، وبتطلب منه انه يسيبها، لكن بن مش بيسمع كلامها. وبيدخل يقعد معاها جوه التلاجة وبيقلع هدومه، وبيقول لها انه لو فضلت قاعدة هو كمان مش هيخرج لحد ما يموتوا هما الاتنين. في الوقت ده أربيلا بتوافق وبتخرج من التلاجة، وبن بياخدها البيت بتاعه وبيديلها مشروبات عشان التعب اللي عندها، وبيفضل قاعد معاها طول الليل. بيكون جورج أبو أربيلا بيحاول إنه يتصل بيها، وبيفضل يبعت لها رسائل، وبيقول لها إنه خايف عليها، وبيقول لها إنه عايزها ترجع البيت، وبيعتذر لها عن كل اللي عمله معاها. وبيفضل قاعد لوحده وبيبقى ندمان على اللي عمله مع بنته، وبيتعصب وبيكسر في كل حاجة حواليه. وبيبعت لبنته رسائل تاني بيطلب منها إنها تكلمه. بنشوف أربيلا اللي بتكون حاسة إنها هتحب بن بسبب طريقته معاها، وإنه بيحاول يخليها مبسوطة، وبتقرر إنها تسيب البيت وتمشي لأنها مش عايزة حد يدخل حياتها. وفي النهار جورج بيعرف من ابنه إن أربيلا كلمته وعرفته إنها هربت ومش هترجع البيت غير لما أمها تفوق. ولما بيسأله عن مكانه بيقول له إنها ما قالتلوش، فبيتصل جورج بضابط صديقه عشان يحدد مكان آخر مكالمة لأربيلا. ولما بيعرف المكان اللي كانت فيه بياخد ابنه الريث وبيتحرك بسرعة ناحية المكان. في الوقت ده بتكون أربيلا خرجت من بيت بن وبتشاور العربية عشان توصلها. بيكون فيها شخص واحد، لما أربيلا بتركب معاه بتحس إنه مش طبيعي، وبيقول لها إنه عايز يدخل معاها في علاقة. أربيلا بتكون خايفة جدا، وبتضطر إنها تفتح تليفونها وتكلم أبوها وتعرفه إنها مخطوفة. جورج بيطمنها وبيتحرك بسرعة وبيفضل ينادي عليها في المايك. ولما بيسمع الشخص اللي خاطف أربيلا صوت أبوها وهو بيندع عليها بيسيب المكان وبيهرب بسرعة. وجورج بيلاقي أربيلا في العربية لوحدها، فبيجري عليها بسرعة وبيطلب منها إنها تسامحه، وبيوعدها إنه مش هيعاقبها مرة ثانية. وبيخلص فيلمنا على كده. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان توصلك كل ملخصاتنا اللي جاية. سلام.